ده ممكن يكون واحد من افضل الكافيهات اللي موجوده في بورسعيد دلوقتي، وبقى من الاماكن المفضله عندي. كلاب 9 اللي موجود في فندق بانوراما، الكافيه ده تبع الفندق. انا جربت حاجاتهم كذا مره. اول حاجه جربتها الفلات وايت، سعره 75 جنيه، سعر عالي شويه، بس اغلب الكافيهات دلوقتي بقت نفس الاسعار دي تقريبا او في الرينج ده. طعم القهوه حلو ومش مره بزياده. هنا الفوم يمكن كتير سنه، بس مشروب حلو. المكان صغير نسبيا بس ظريف. تاني مرة رحت جربت الايس سبانيش لاتيه بلندد، ده سعره 80 جنيه، طعمه خطير مظبوط جدا، سكره مش عالي، والباريستا اللي هناك شاب شاطر جدا ما شاء الله عليه. كمان جربت مشروب خطير بصراحه، ومن احلى المشروبات اللي جربتها في بورسعيد، اللي هو شانكي فرابيه. ده مشروب ميكس كده جامد ومليان قطع بندق، سعره عالي شويه 110 جنيه، بس جامد ويستاهل بصراحه. طلبت كمان كريب نص بيستاشيو نص كندر، تحفه، وخصوصا البيستاشيو سكره مش عالي قوي، عليه قطع فستق من فوق، والتاني عليه قطع بندق. الحاجه مخدومه وكواليتي ممتاز، حتى الصوصات اللي مستخدمينها كواليتي بتاعها حلو جدا. ده 8 140 جنيه، المكان يستحق التجربه. والفندق اصلا فيه مطعم فوق تقريبا في الدور العاشر، بس انت كمان ممكن تقعد في الكافيه وتطلب اكل من المطعم. ممكن نبقى نجرب اكل المطعم في مره نشوفه عامل ازاي. قولوا لنا رايكم لو جربتوا الكافيه او اكل المطعم قبل كده عاملين ازاي. سلام.